جيتيلي في ملعبي. انا هقولك ازاي تبقي لسه والده وتخسي على طول، تبقى بطنك فلات خالص. تعالي اقولك الموضوع سهل. انت اللي كسوله، انت اللي بس عماله تحشي تحشي تحشي، مقصره في حق نفسك، مش مهتميه بنفسك ورشاقتك وجسمك. طبعا دلوقتي عايزه تهتمي عشان جوزك بدا يبص بره. لا 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 لا، انت مفيش منك فايده. بصي، الاحسن له انه يتجوز عليكي وخلاص. طبعا كل اللي حواليكي قرفوكي بالكلمتين دول، وقد ايه انت شخص يعني وهم ما شاء الله حاجه ايه، جمال واناقه وشياكه. عايزه بس افكرك بحاجه واحده بس، انت لسه والده مامي. لا بصي لي، انت لسه والده، فالطبيعي تبقي زايده في الوزن، فالطبيعي ان انت ضحيتي بجسمك واناقتك ورشاقتك وشياكتك عشان هذا الكائن الجميل اللي هيجي ينور حياتكم. بلا وصفات، بلا خسسان، بلا حبشتكنات. كلي يا حبيبتي وتغذي كويس عشان خاطر انت بترضعيه. اي حد يتكلم ويفتح بقه اديله العيل قولوا له رضع انت حبيب امك، رضع انت حبيبه امك. تمام. الرضاعه الطبيعي بتاكل يا مامي، بتاكل قوي كمان. يعني انت ليل ويا نهار مسحوب من جسمك فيتامينات وحاجات كتير قوي، واي اكل بتاكليه انت اصلا بترضعيه. فالشيء الطبيعي ان انت ما تركزيش دلوقتي اصلا في رشاقه جسمك. النصيحه الوحيده اللي اقدر اقدمها لك اقول لك كلي اكل صحي عشان خاطر جسمك يستفيد بالفيتامينات والمعادن اللي في الاكل الصحي، وعشان بطن البيبي ما تتملاش غازات وحاجات مش مفيده. هتقولي لي يعني الاكل الصحي ده هيخسسني يا شيء؟ لا يا حبيبتي مش شرط، لان انت ممكن تاكلي بكميات زياده، لان البيبي بيرضع كتير زياده فتجوعي زياده. طبيعي ما ترهقيش نفسك دلوقتي في الرشاقه وفي انك قد ايه تكوني مثاليه، لان مفيش حاجه اسمها كده اصلا. ومعلش ممكن تاخدي في الاعتبار بس موضوع الجينات ده عشان بس نفسويتي. اصل انا عايزه اعمل رياضه، اصل انا بشوفهم في الفيديوهات بيعملوا رياضه ويروحوا الجيم وبيعملوا فورمه بعد الولاده على طول. في ناس بيعملوا كده فعلا، في ستات قادره على ده يا حبيبتي. انت واحده مش قادره على ده. انا كنت بلعب رياضه، عملت ايه بالرياضه؟ دخت وبقيت محاليل وكل شويه مستشفيات وحاجات ما يعلم بها الا ربنا. وقفت رياضه خلاص، انا قدره جسمي ما ينفعش معاها رياضه. حاولت بقى اكل بس اكل صحي وما اكلش حاجات كتير تتخن، ما نفعتش معايا. نفسي قفلت وحسيت ان انا يوم التاني التالت لا خلاص انا مش قادره اكل، انا عايزه اعك، انا عايزه مقليات في النص، انا عايزه اكل شوكولاته في النص. ما قدرتش اكمل. عادي، مش معقول انا هحرم نفسي عشان خاطر اخس. البيبي ده عايز ياكل، عايز يرضع، فما تركزيش. طبعا هتيجي طنط ام سحلول تقول لك يا حبيبتي انت تخنانه كده ليه؟ دي الرضاعه الطبيعي اصلا بتخسس، انت ما خستيش ليه؟ لا مش شرط، مش مع كل الناس الرضاعه الطبيعي بتخسس. انا جت معايا الرضاعه الطبيعي خسستني، ولكن مع ناس قريبين مني كده تخنوا على الرضاعه الطبيعي، بان هم ما بياكلوش اي حاجات بتتخن، بس ما اعرفش تخنوا. جاي من عند ربنا، نعمل لها ايه يعني؟ ما تتعبوش اعصابكم، ما تتعبوش اعصابكم. كلوا اللي نفسكم فيه واشربوا اللي نفسكم فيه. قدرتي تتمشي وتعملي رياضه كان بيها، ما قدرتيش ما ترهقيش نفسك. الوقت ده مش وقت ابدا يعني انك تبصي لنفسك في المرايه وتقولي ايه الموزه الحلوه اللي ما فيش منها، مش وقته. الوقت نركز في صحه البيبي، انه يكون بيرضع كويس، انه يكون بيزيد في الوزن بشكل يعني كويس، انه يكون مهاراته متطوره، يعني ماشي على نظام كويس. ركزي مع البيبي. بعد لما البيبي بقى يمشي وتفطمي خلاص ان شاء الله يا رب، هنا اقولك بقى لا معلش، خدي بقى بريك. التزمي بقى بان انت تقرري انت عايزه تعملي ايه في حياتك وتلتزمي بيه. انا عايزه اروح الجيم، انا عايزه اعمل دايت، انا عايزه اعمل ماسترز، انا عايزه العب جمباز، انا عايزه اشتري عربيه، انا عايزه ارقص. اعملي انت عايزاه بعد لما تفطمي. ما تقعديش تقارني نفسك بالناس اللي حواليكي او اللي بتشوفيهم على السوشيال ميديا، عشان مش كلنا شبه بعض. وانتي حلوه زي ما انتي وقمر زي ما انتي، واللي مش عاجبه ياخد البيبي يهتم بيه وتقعدي تروقي على نفسك. النومه في نفسك يا بنت، ومحدش ليه حاجه عندك.